تعالى بقى نخش في الكواليس ونتكلم بقى في قصة زيزو واللي حصل واللي جرى النهارده والحكاية من أولها لآخرها. واحنا ابتدينا مع حضراتكم أول برنامج تلفزيوني في مصر بعد العودة من الأجازة على طول. طلعنا قلنا لحضرتك الخبر 99.9% زيزو في الأهلي، ولو ما راحش الأهلي وكمل في الزمالك هتبقى معجزة. والله العظيم يا جماعة الخبر ده احنا عارفينه والله العظيم من واحنا في رمضان، شهر رمضان الكريم، بس كنا مأجلينه لغاية لما نرجع للبرنامج عشان نعلن الخبر ويحسب لبلس 90 كالعادة. واخد بالك؟ طب ايه الجديد بقى في زيزو؟ ايه اللي حصل في زيزو؟ النهارده خليني اقول لك ان الكواليس كانت مشتعلة للغاية في نادي الزمالك، لان كان النهارده المران الاخير لنادي الزمالك اللي نتمنى له يا رب كل التوفيق في مباراه ستيلن بوش الجنوب افريقي بكره في الكونفدراليه. فالمران الاخير، وبالتالي المفروض كان زيزو يخش المعسكر مع الفريق عشان يستعد لهذه المباراه التي كانت قد تكون المباراه الاخيره بالنسبه لزيزو، لكن هي اصبحت مش المباراه الاخيره. ليه؟ لان زيزو انهى مشواره رسميا مع نادي الزمالك. طب ايه اللي حصل وزيزو داخل النادي؟ خليني احكي لك بالتفاصيل اللي حصل بالظبط وزيزو داخل مقر النادي في 100 عقبه. زيزو فوجئ اول ما دخل باحمد حسام ميدو مستنيه، قاعد مستنيه. ده بعد ما زيزو عمل ايه النهارده الصبح؟ نزل ستوري قال فيها يا جماعه انا ما وقعتش لاي نادي ولا جددت للزمالك. ودي عارف تحس ايه؟ في اجراءات كده بتتعمل، في خطوات كده لازم بتتعمل، لازم تتاخد. فمن ضمن هذه الخطوات اللي لازم تتاخد من وجهه نظر زيزو ووالده ان كان لازم نكتب الكلمتين دول، كان لازم نقول الكلمتين دول، لان مفيش شيء معلن لا مننا ولا من النادي الاهلي كاهم طرفين في القصه. فبالتالي وانت بتقرا الكلام اللي قاله زيزو كان بيشير في الاستوريين اللي نزلهم للمشاكل اللي تعرض ليها داخل نادي الزمالك والمضايقات وان النادي اتاخر قد كده ويعرضوا يا جماعه الستوري وكل هذه الامور. تمام؟ كان بيشير اليها كايه؟ كتوضيح لجمهور نادي الزمالك يا جماعه انا حصل معايا كذا وكذا وكذا، زي ما حضراتكم شايفين كده عشان ما اضيعش وقت. اكيد كلكم قريتوا اللي كتبه زيزو النهارده. فطبعا قال لك انا جاهز، انا الدنيا تمام. جه ميدو استناه على بوابه النادي. يعني اول ما تخش نادي الزمالك كده ميدو كان قاعد مستني زيزو. وصل زيزو النادي قال له يا زيزو تعال. يا ميدو قال له احنا جاهزين دلوقتي، كل شروطك، يلا تعالى وقع بعد اللي انت كتبته، يلا احنا جاهزين تعالى وقع. فزيزو قال له انا عندي تمرين دلوقتي ومركز في ماتش بكره، فمش ده التوقيت المناسب اللي نقعد فيه. فبالتالي دخل زيزو لاوضه اللبس عشان يستعد لمران الفريق. بحكي لك بالظبط بأدق التفاصيل اللي حصل بالظبط. فدخل زيزو اوضه اللبس، فوجئ بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك بيتكلم مع زيزو قدام اللاعبين، بيقول له يا زيزو انا حاسس انك مضغوط وحاسس انك في كلام كتير جدا عليك، فده ممكن يأثر عليك بشكل او باخر في المباراه. فكان رد زيزو بالحرف قال له لا، الضغوط دي انا متعود عليها تماما، ما عنديش اي مشكله في التعامل معها، ما فيش اي مشكله خالص وما تقلقش عليا. الا اذا، ده كلام زيزو، الا اذا الاداره قايله لك خرجني من القايمه بتاعه الماتش. فبيسيرو راح قايل له بصراحه الاداره بلغتني بان احنا لازم نخرجك من قائمه المباراه، وده كان قرار اداري مش قرار انا، قرار اداره مش قرار انا. فزيزو قال له خلاص ده قراركم، مفيش مشكله خالص، انا هنزل المران عادي واللي انتوا شايفينه في الاخر اعملوه، انا ما عنديش اي مشكله خالص. نزل التمرين زيزو، اول ما نزل تمام فوجئ بتعليمات بانه يتمرن بشكل منفرد. ده كل ده بعد ايه؟ بعد ما الناس كلها في نادي الزمالك تيقنت من المعلومه اللي احنا قلناها يوم السبت بتوقيع زيزو للنادي الاهلي، اللي الناس كتير جدا شككت في الكلام اللي احنا بنقوله. فبالتالي اتمرن زيزو شويه بشكل منفرد، وبعد كده خرج من الملعب، دخل على اوضه اللبس، لم كل حاجته كده كلها بكل الاحذيه الخاصه بزيزو اللي كانت موجوده في اوضه اللبس بتاعت فريق نادي الزمالك. الاحذيه كلها بتاعته، انا بقول لك بتفاصيل اهو، بتفاصيل التفاصيل. الاحذيه كلها راح لممها زيزو، وكان معاه صديق مقرب جدا ليه.
تمام، وخد الشنطتين بتوعه لامن فيهم كل حاجه، وابلغ 2 من اللاعبين مش هقول اسمائهم، ابلغ 2 من اللاعبين مش هقول اسمائهم، منهم لاعب سابق في النادي الاهلي عشان اديك دليل يعني. ابلغهم قال لهم انا خلاص هاخد كل حاجتي، وده كان اخر يوم ليا في نادي الزمالك بالحرف. ده كان اخر يوم ليا في نادي الزمالك. خد زيزو بعضه وخرج ومشي من النادي. دي كل الكواليس. طيب خليني اقول لك معلومات، خليني اقول لك المعلومات، انت دايما منتظر مننا المعلومات. حاضر. ما تتفاجئش لو بكره لقيت في شكوى مقدمه من زيزو ضد نادي الزمالك في اتحاد الكوره علشان يفسخ العقد بسبب مستحقاته المتاخره التي تصل الى 70 مليون جنيه. 70 مليون جنيه مستحقات متاخره لزيزو. واخد بالك؟ فمن الوارد، بل من الوارد جدا، قد يتجه غدا صباح الغد او صباح بعد غد زيزو، دي لقطات طبعا من رحيل زيزو عن نادي الزمالك وهو خارج من مقر الزمالك ب 100 عقبه. فما تتفاجئش لو بكره او بعده الصبح لقيت زيزو خد خطوه بيطلب فيها من اتحاد الكوره، بيقدم شكوى يقول لهم يا جماعه انا ليا مستحقات 70 مليون جنيه متاخره فعايز افسخ تعاقدي. خلاص؟ ده ممكن جدا يحصل. لسه الامور مفيش قرار نهائي، بس انا بقول لك اهو، بجيب لك من بدري طبقا للمعلومات اللي عندنا. واخد بالك؟ طيب ده بخصوص كل اللي دار. انا خلصت كواليسي في الموضوع ده. للامانه الموضوع ده كواليسه مش عايزه تخلص. ليه؟ لان كده كده يا جماعه دي صفقه تاريخيه، ده انتقال تاريخي، ودي اعتقد انها تتناسب قوي مع مصطلح صفقه القرن في اعتقادي الشخصي.